صباح الخير عليكم. فيديو النهاردة اختراع مطاعم المشويات. الطحينة من غير طحينة. ازاي يعني هنعمل طحينة من غير طحينة؟ يعني الطحينة بتاعت النهاردة ما فيهاش معلقة طحينة واحدة او اي مكون بيدخل في صناعة الطحينة اصلا. النهاردة هنعمل كده اختراع لذيذ جدا برغيفين عيش بس وشوية مكونات موجودة عندنا في البيت. يلا بينا نبدأ. عارفين بالرغيفين عيش دول هناكل احلى طبق طحينة ممكن ناكلوه في حياتنا بجد. هنقطع الرغيفين قطع صغيرة، وبعد كده نحط عليهم كوباية مية سخنة، وهنحتاج كوباية تانية للرغيفين. وطبعا هي بتختلف من نوع عيش لعيش، يعني ممكن تعملوها بالعيش اللبناني مش هتحتاج منكم مية كتير، بس انا احتاجت مني كوبايتين مع العيش اللي هو الابيض. انا حطيت دلوقتي كوبايه وبوشت فيها الرغيفين دلوقتي، والكوبايه التانية حطيتها تدريجيا في الخلاط. وطبعا الوصفه دي مش هتنفع غير مع العيش الشامي الابيض اللي احنا بنجيبه من الفرن بره، والعيش اللبناني. غير كده الوصفه مش هتطلع معاكم مظبوطه خالص. وطبعا لو دي اول مره تشوفوني، انا اسمي هايدي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، اشتراك في القناه، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. طبعا كلنا كنا بنروح مطاعم اللي هي بتاعه المشويات وناكل طحينه ونقول ايه الطحينه الجامده قوي دي احنا منعرفش نعمل زيها ليه في البيت. اتاري بقى ان هما مش بيعملوها اصلا بطحينه، وان احنا كان بيضحك علينا الفتره اللي فاتت دي كلها، وان احنا مفكرين انها طحينه، وطلعت انها برغيفين عيش بيعملوا الطحينه الجامده قوي دي. وفعلا طعمها طلع خرافي. دلوقتي احنا بنبوش الرغيفين في كوبايه الميه السخنه ونبوشهم كويس قوي، ونسيبهم حبه كده لغايه ما يبوشوا. ولازم طبعا نضربها وهي سخنة، يعني احنا مش هنسيب العيش لغاية ما يبوش اللي هو يبرد خالص مننا، لا، لازم يكون سخن. وده كده بعد ما العيش باش خالص وبقى تمام قوي. هنحط ربع معلقة توم. ما نكترش التوم علشان التوم لما بيكتر بيديها تومية قوي، يعني بيخليها تومية. هنحط نص معلقة ملح، وربع معلقة كمون، ومعلقتين ليمون. ده ليمون مجمد انا بعمله بحطه في الفريزر عشان تبقى العملية سهلة شوية، فهي بمقدار ليمونتين او معلقتين ليمون. وما نكترش الليمون وما نحطش خل، عشان في ناس بتحط خل على الطحينة. الخل مش بيخليها، يعني مش بيخلي ليها طعم حلو. وكل ده بالمعلقة الصغيرة مش المعلقة الكبيرة. بعد ما قلبنا المكونات كلها كويس مع بعضها، هنبدأ دلوقتي نحطهم في الخلاط. وعاوزه اقول لكم ان الطحينه دي احنا هنشيلوها في برطمان وتقعد معانا بالاسبوع في التلاجة ما يحصلهاش اي حاجه. وطبعا ما ننساش بقى ربع كوبايه الزيت بتاعتنا، هنحطها على المكونات ونبدا نضرب. طبعا انا قلت لكم ان احنا هنزود كوبايه ميه تدريجيا واحنا بنضرب المكونات في الخلاط. طبعا لغايه ما نوصل للسمك اللي احنا عايزينه، اللي هي بتبقى ايه، لا خفيفه ولا تقيله قوي. وبكده نكون عملنا حوالي نص كيلو من الطحينة برغيفين عيش بس. انتوا متخيلين ان احنا نعمل طحينة من غير طحينة؟ ده بجد اختراع، يعني دي حاجة تحفة جدا. وانا دوقت ناس كتير قوي يعني اعرفها من الطحينة دي من غير ما يعرفوا انا عاملاها ازاي. انا قلت لهم انها طحينة وفعلا دقوها وما حسوش ان في اي فرق خالص. وطبعا انتوا جربوها وقولولي حسيتوا بفرق فعلا ولا لا بين الطحينه دي وبين الطحينه اللي احنا بنعملوها بالطحينه، يعني يبقى فيها طحينه. فمش هتحسوا باي فرق، انا متاكده من الموضوع ده لان انا دوقتها لناس كتير زي ما انا قلت لكم من غير ما يعرفوا انا عاملاها ازاي. وقالوا عادي دي طحينه عاديه، يعني إيه الجديد في الموضوع؟ هي طعمها احلى كمان من اللي انت كنت بتعمليها قبل كده. ودي طبعا طحينه ان احنا ناكلوها على طول، مش طحينه خام ان احنا نخففوها او كده. بس كده، ودي كانت وصفة النهاردة. باي باي.